اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتنحي الأسد غير مبرر. وكما نوه لافروف: لا يجب طرح أي شروط مسبقة في سياق المفاوضات حول سوريا. وأضاف الوزير الروسي: يجب وضع حد لمحاولة استغلال محاربة الإرهاب وربطها بوجود الأسد، كما لا يجب الحديث عن حلول بديلة. ويذكر أن السفير السوري في موسكو رياض حداد أعلن عن جاهزية جيش بلاده لوقف إطلاق النار. قالت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري أن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية سيكون أسهل عندما تتوقف أنقرة والرياض عن دعم هذا التنظيم. وأكدت شعبان أنه لولا الدعم الذي يتلقاه التنظيم من دول إقليمية لما وصل التنظيم لهذه القوة، ولكانت هزيمته ليست بالأمر الصعب. أعلنت وسائل إعلامية رسمية تركية عن وصول 4 مقاتلات تابعة للسلاح الجوي السعودي إلى مطار أنجرليك بولاية أضنا جنوب تركيا. وكما أضاف الإعلام التركي: من المنتظر أن تقدم الطائرات السعودية ال4 الدعم لقوات التحالف الدولي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ويذكر أن قاعدة أنجرليك تبعد نحو 8 كيلومترات عن مدينة أضنا التركية القريبة من الحدود السورية. كشفت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية حصيلة حملة غضب الخابور، حيث أعلنت تحرير 2400 كيلومتر مربع من تنظيم الدولة الإسلامية، ومقتل 275 مسلحا من التنظيم، والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وأشارت أن 20 من مقاتليها فقدوا حياتهم في الحملة. وقد بيّنت القيادة أن جثث 55 من عناصر التنظيم بيد قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب أسر 9 مسلحين آخرين. وتؤكد الأنباء أن قوات سوريا الديمقراطية باتت على مشارف بلدة مرقدة، وهي آخر معاقل التنظيم في محافظة الحسكة. أكد المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين أن تركيا تشعر بقلق بالغ حيال اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بسبب استمرار القتال. وأكد كالين أن بلاده ستطبق قواعد الاشتباك حال وقوع أي أحداث تهدد أمنها القومي. وحول عزم تركيا القيام بتوغل بري في سوريا، أكد المتحدث: سنعمل بالتعاون مع التحالف الدولي، وبالتالي التوغل البري في سوريا غير مطروح.